ازيكم حبايبنا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وباحسن حال. صلوا على النبي يا حبيبي، ما تنسوناش في اللايك والاشتراك في القناه، عايزين القناه تكبر بيكم ان شاء الله. ان شاء الله يا حبايبي، النهارده هنعمل كفته فراخ. طيب، عشان نعمل كفته فراخ هنحتاج ل بصلايه، وواحد فلفل احمر مش حراق، وواحد فلفل رومي، وحزمه من البقدونس. لو عايزين تحطوا فلفل سبايسي حطوا، بس لكن انا عشان عندي طفله وكده فما بقدرش احط حاجه حراقه. هنضرب كل الكلام ده في الكبه، وهنزل عليهم بمعلقه صغيره من الثوم المفروم. ده عشان انا مفرزاه، لا ما عندكيش ثوم مفرزاه هنحط 3 فصوص من الثوم. تمام، هنضرب كل الكلام ده في الكبه بتاعتنا. كل الكلام ده على نص كيلو من الفراخ، نص كيلو من الفراخ المخلية. طيب هنا هنصفي كل الكلام اللي احنا ضربناه، كل الخضار ده اللي ضربناه في الكبة، الفلفل والبقدونس والبصل، هنصفيه كويس خالص عشان احنا مش هنحتاج المية بتاعة الخضار خالص، عشان الكفتة طبعا ما تفكش مننا. اهو نصفي كويس خالص. وبعد ما صفينا الخضار ركناه دلوقتي على جنب. معايا هنا نص كيلو من البانيه، الفراخ البانيه. تمام، هضربه في الكبة مكان الخضار عادي، يعني مش هيحصل حاجة. هضربه في الكبة، هنضربه كويس خالص ونقفل الكبة بتاعتنا ونضرب. بعد ما ضربنا الفراخ اهو بقى الشكل بتاعها اهو، انا عايزاها بالشكل ده، عايزاها تتفرم خالص. طيب بعدين هنعمل ايه؟ بعد ما فرمنا الفراخ هنزل عليها بالخضار بتاعنا اللي احنا صفيناه، اللي هو البصل وفلفل احمر واخضر. عايزين تحطوا سبايسي برضو حطوا، وربطة من البقدونس. هنصفيهم كويس وهننزل بيهم على الفراخ اللي احنا ضربناها، الفراخ البانيه اللي ضربناها في الكبة. طيب هنبهر بايه؟ ملح، فلفل اسود، ومعلقة صغيرة من بهارات الفراخ. لو عندك بهارات شيش طاووق هتنفع. هنقلب كل الخضار مع البهارات مع الفراخ، هنقلبهم نعجنهم كويس خالص، ندخل المكونات كلها في بعض. دي يا حبايبي ايه؟ معلقه من الدقيق. لو عندك بقسماط حطي، لكن انا ما كانش عندي في الوقت ده بقسماط فحطيت معلقه من الدقيق. لو عندك بقسماط هتنفع، لو عندك دقيق هيمشي الحال، معلقه واحده بس. طيب وهنا في الطبق ده إيه ده زيت، هدهن ايدي بالزيت. وهناخد قطعه من كفتة الفراخ اللي احنا حضرناها، وعايزة تعمليها زي البرجر ماشي، عايزة تعمليها صوابع اللي يريحك. دي صينية بس عشان يعني ان انا حاجة احط فيها، لكن مش هدخلها الفرن ولا حاجة، انا هقليها. حطيتها في التلاجة لغاية لما جه يجي وقتها، و هقليها عادي في الجريل. طيب هنا هنعمل ايه؟ هنعمل صينية جلاش باللحمة وش بيتزا. تمام، انا جبت الصينيه بتاعتي ده، معايا لفه من الجلاش نص كيلو، وحطيت الصينيه كده عليها عشان اخد المقاس بتاعها. طيب اللي احنا هنطلعه ده من لفه الجلاش هنرميه؟ لا مش هنرميه، مفيش حاجه تترمي حبايبي، خساره الحاجه مكلفينها ومش هتترمي. طيب هنعمل بيه ايه؟ هنحطه في نص الصينيه، يعني هنحط رق من الجلاش يعني رق مفرود على قد الصينيه، وهنكمل باللي هي الحاجات اللي احنا زي القصايص كده، دي اللي احنا مطلعينها. هدهن الصينيه بتاعتي من السمنه، وهفرد رق من الجلاش، وهحط من الحاجات اللي هو الحاجات القصايص دي اللي احنا مطلعينها من الجلاش، وهكذا لغايه لما اوصل لغايه نص اللفه. وهحط طبعا اللحمه بتاعتنا او الحشوه اللي متوفره عندك، عايزه تحطي فراخ ماشي، سجق ماشي، ميكس جبن ماشي. انا هحط لها لحمه. كل ما احط رق كده اديله فرشه من السمنه عشان طبعا يطلع مورق معايا ويطلع هش.
وهنقول حاجة برضو هتديله توريقة وتخليه جميل معاكي ويطلع كأنه كيكة. كملوا معايا الفيديو وهقولك الحاجة اللي احنا هنخليها تخليه كأنه كيكة معاكي بالظبط. هنا العصاج اللحمة بتاعي اهو، هننزل بيه في نص الصينية، وهحط له فلفل الوان، عايزه تحطي له فلفل الوان ماشي، عايزه تحطي له فلفل اخضر ماشي، عايزه تحطي لحمه بس ماشي. وحطيت له ميكس من الجبن، رشه من ميكس الجبن اهو كده. وهنزل بباقي لفه الجلاش معانا. ما تسرحوش معايا، صلوا على النبي كده، وما تنسوناش في لايك ولا اشتراك في القناه. الكل اللي مش مشترك في القناه يا ريت بالله عليكم يا ريت يشترك في القناه. دايما بتبقى المشاهدات اعلى من الاشتراكات في القناه، فبالله عليكم الكل اللي مش مشترك في القناه يشترك في القناه، ويا ريت لايكات عشان الفيديو بس يترفع واكتر عدد من الناس تشوفه. طيب نرجع للفيديو تاني. هنقطع صينيه الجلاش بتاعتنا، وللعلم لا هتقطعي صينيه الجلاش وهتسقيها تدخليها الفرن على طول، ما ينفعش تركنيها جنبك. تمام. طيب معلش هنا خطوه السقيه الخليطه اللي احنا عملناها نسقي بيه، معلش ما تصورش بس انا هقولك عليها. هنجيب لبن وهنحط عليه معلقتين من السمنه، واللي هيخليه زي الكيكه معانا نص معلقه من البيكنج باودر. نص معلقه من البيكنج باودر هنحطها على صينيه الجلاش، هتدي الجلاش يعني هشاشه خطيره. طيب وهنحط ايه من فوق؟ هنحط عليه جبن، وهنحط عليه فلفل الوان وفلفل اخضر. بس عايزه تحطي زيتون حطيه، معلش هي اللقطه دي بس اللي ما اتصورتش معايا. وعملت جنبيها مكرونه بطماطم اهو. ادي الجلاش بتاعنا بقي وش بيتزا. عملت جنبيها مكرونه بطماطم والكفته بتاعتنا الخطيره. طبعا انا حمرتها في زيت على الجريل في طاسه